تصدق إن الموز ممكن يعمل لخبطة في ضربات قلبك لو بتاخد علاج ضغط من نوع معين؟ في ناس كتير بتاخد أدوية ضغط من نوع ACE inhibitors زي كابتوبريل أو إنالابريل، وفي ناس تانية بتاخد نوع تاني اسمه ARBS زي لوسارتان. الأدوية دي بتشتغل إنها تقلل هرمون صغير اسمه الألدوستيرون، والهرمون ده وظيفته الأساسية في الكلى إنه يخلي الجسم يطلع البوتاسيوم بره مع البول. لما الهرمون يقل بسبب الدواء، الكلى بقت تحتفظ بالبوتاسيوم بدل ما تطلعه. والموز غني جداً بالبوتاسيوم، لو الاتنين اجتمعوا بكميات كبيرة مستوى البوتاسيوم في الدم ممكن يعلى، وارتفاع البوتاسيوم ممكن يسبب اضطراب في ضربات القلب، وفي الحالات الشديدة خطورة حقيقية. مش معنى كده تمنع الموز تماماً، لكن الإفراط في أكل الموز وإنت بتستعمل أدوية زي دي ممكن يسبب مشكلة. لو انت مريض ضغط وبتحب الموز وبتاكله كتير، اسأل دكتورك إذا كان الدواء اللي بتاخده بيأثر على البوتاسيوم ولا لأ. سؤال واحد بس ممكن يطمنك ويخليك تاكل موز براحتك من غير قلق. لو عجبك المحتوى اشترك في القناة. صحي وكيوت، معلومة صحية بس كيوت.